وعمار النجومي كمان. بكام لو سمحت القدره دي؟ اتفضل. قدره الفول بكام؟ في مرجان. دي مرجان بكام المرجان ده بقى؟ قدره الفول دي بالجرام بقى. لغايه اخر الفرشه اللي وقفنا عندها. بص البورتيه ده بكام؟ ده بكام؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا اصدقائي؟ عاملين ايه؟ يا رب جميعا تكونوا بخير وفي احسن حال. تخيلوا في جولة عادية في الوكالة اكتشفت فرشة عليها شغل خان الخليلي، او زي ما بنقول مشغولات خان الخليلي، وعليها كمان احجار كريمة وعملات قديمة اللي كنا بنسمع عنها اسعار خرافية. هنعرف النهاردة حقيقة سعر بيعها عشان كان بيبقى منتشر عنها اسعار غريبة كده على السوشيال ميديا. الفرشة دي كمان موجود عليها قطع نحاس مشغولة، بس للأسف هي مش متكررة كتير، يعني الفرشة دي مش موجودة كتير في الوكالة دي، يمكن الفرشة الوحيدة الموجودة في وكالة البلح. بس أنا متأكدة إن هي لو لقت إقبال هنشوف زيها كتير وهنستمتع بالشغل الهاند ميد اللي بتتميز بيه مصر عن غيرها، ونوادر الأحجار الكريمة خاصة في منطقة خان الخليلي. احنا هنشوف كمان اجهزة كهربائية. تعالوا نشوف مبدئيا كده الفرشة الاكتشاف دي، ونشجع كمان المنتج المصري اللي هو صنع في مصر بحرفة. انا وصلت للفرشة دي ازاي؟ قبل ما انسى بس هنشوف دلوقتي الاجهزة الكهربائية دي بتبقى موجودة جنب الفرشة دي بالظبط، الاتنين جنب بعض. تمام كده، وهوريكم علامة مميزة ليهم واحنا في اثناء جولتنا. انا جاية كده من ناحية الكورنيش او من السلم التاني للوكالة، سلم بولاق التاني. تمام كده، احنا كأننا رايحين عند زكي السماك بس مش هنروح لحد هناك. احنا رايحين فين؟ الفروشات دي بتبقى اصلا متوفرة. يوم الحد بنلاقي سوق كبير جدا جدا داخل مكان اسمه جراج الوكالة. ازاي نوصل بقى لجراج الوكالة؟ عشان في ناس كتير قوي متعرفش ازاي بنروح جراج الوكالة او بيبقى موجود فين. هو بيبقى موجود بس يوم الحد، يعني الحاجات اللي احنا هنشوفها النهاردة بتبقى موجودة يوم الحد بس. تمام، بصوا انا دخلت كده وقصاد كشك كده اسمه المواطن اولا، هنلاقي مكان متصور كده بسور من الحديد وبوابتين اتنين، له بوابتين اتنين حديد كمان. بصوا هو ده المكان. تمام كده، واحنا داخلين المكان ده هنلاقي بقى هيقابلنا طبعا زي ما احنا متعودين الفرشة الواحدة متكررة كتير جدا، ما عدا طبعا الفرشه بتاعت النهارده اللي انا قلت لكم عليها بتاعت الاحجار الكريمه والحاجات المجرورات اللي هي النحاسيه دي. انما باقي الحاجات زي مثلا حاجه زي المعالق دي باختلاف بقى احجامها وانواعها واذا كانت خفيفه او تقيله موجوده كتير جدا داخل جراج الوكاله. كذا حد معاه معالق، وكمان في الوكاله عامه بيبقى يوم الحد في ناس كتير معاها شغل المعالق ده. تمام كده، هنلاقي برضو ميك اب، وهنلاقي اللي هي منتجات اللي هي السكين كير، كل ده وكوتشيات وحاجات كتير قوي هتقابلنا متكررة كتير. هنا بقى سعر العملات اللي هي دي العملات القديمة، حاجات بقى زي زمان كده البريزة والشيرين والكلام ده. كان الراجل بيقول لي القطعة ب2 جنيه. انا معرفش بقى هو بيقول بجد ولا هو بيقول كده لسه ما قيمهاش، بس هو بيقول ب2 جنيه. احنا كنا دايما نسمع ان العملات يعني العملات القديمة دي على السوشيال ميديا دايما يقولوا ايه دي بحاجات كتير قوي، بألوفات كتير، لكن هي الحقيقة زي ما انتوا شايفين كده الراجل بيبيعها هنا في السوق ب2 جنيه بس. تمام كده، هنا بقى شغل الأحجار الكريمة دي في بقى بيتباع ازاي؟ بيتباع قطعة، يعني ممكن اخد حجر واحد، ممكن اخد حاجات بالجرام، في حاجات بالجرام وفي حاجات بالقطعة. حاجة زي كده اسمه حجر جعران تقريبا، ده اسمه حجر جعران، ده حجم كبير شوية. شايفين شكله عامل ازاي؟ في حاجة زي شايفين الفيل ابو زلومة ده مكتوب ايجيبت. تمام، الحاجات دي خامتها كده مش حاجات مصنعة ديت، يعني زي ما انتوا شايفين حاجات طبيعية، دي كلها حاجات طبيعية بس معمولة بقى يعني هاند ميد كده بحرفة. تمام، هوريكم الحجر اللي هو الجعران ده في منه ايه تاني دلوقتي. في بقى شغل اللي هو النحاس ده، الصواني القمر دي المشغولة، ده شغل بقى خاني الخليلي اللي بجد. بصوا جميلة جدا، وفي منها صينية تانية هوريها لكم دلوقتي حالا. في الحجر ده بصوا في منه الحجم ده والحجم ده كمان زي ما انتوا شايفين اكتر من قطعة. في قدرة فول جميلة قوي نحاس كده زي القمر، بصوا ما شاء الله جميلة جدا. على فكرة الحاجات دي اللي يعرف قيمتها او اللي بيحبها دي بتريح النفسية جدا. الحاجات دي بس وجودها في البيت بيخلي الواحد لما بيبصلها كده بيبقى مرتاح نفسيا. حاجات بقى بتبقى معمولة كلها هاند ميد
بصوا الابريق ده والصينيه اللي قبله ده ابريق قمر قوي زي ما انتوا شايفين كده. القدره دي بالمناسبه سعرها كان 120 جنيه، يعني سعرها حلو قوي، بتحط كده تحفه. ممكن لو في دولاب كده صغير للحاجات دي، كنا زمان نقول عليه دولاب فضيه. اما الاحجار الكريمه دي بقى هوريكم قطعتين كده يعني سريعا، ونبقى نروح تاني نصور ان شاء الله معاه في مرة تانية ونشوف باقي الاسعار. بصوا بقى هنا الحجر ده، بصوا ده اسمه حجر نجومي، ده اسمه حجر نجومي. تمام، بصوا كده عامل ازاي. معرفش طبعا اي حاجة عنه، انا بحب الحاجات دي جدا بس يعني ما عنديش اي معلومات عنها، نادرا اصلا لما بلاقيها في مكان. هنا وده اسمه حجر مرجان. الحجر اللي هو الاولاني ده كان سعره 200 جنيه، اما الحجر اللي هو التاني ده اللي هو مرجان، ده قال لي ده بيتوزن كده بالجرام وبعدين يقول السعر. تمام كده، بصوا هنا كده. احنا بقى نخلصنا الفرشة الحلوة اللي كانت عجباني قوي في السوق الحد، وكانت فرشة مميزة مش موجود منها كتير، اللي هي خان الخليلي دي. ودخلنا بقى على جنبها على طول هنلاقي فرشة للأدوات أو الأجهزة الكهربية اللي جاية وارد الخليج. حاجات بقى بتبقى هما هنا شحنات خليجي، بيقولوا عليها كده شحنات خليجي. عندهم بقى واتساب، هسيب لكم الرقم بتاعه، لو انتوا محتاجين حاجة معينة بتبعتوا لهم على الواتساب ده وبتجيبها لكم، يعني حتى لو هي مش عندهم بيجيبوا لكم الحاجة دي عادي جدا. عنده بقى التابلو اللي انتوا شفتوه في الأول، سألته عليه قال لي ب40 جنيه. حاجة زي الاباجورات اللي موجودة دي كانت ب50 جنيه، اللي هي عاملة زي الشمعدان. وهنا الكاتل ده سعره كان 100 جنيه. بصوا هو قال مرة 150 ومرة 100، فانتوا عامة يعني في السوق ده ممكن تفاصلوا مع البياعين، انتوا شطارتكم يعني، بس ما تجوش عليهم قوي، يعني حاولوا ان انتوا تفاصلوا شوية تلاقوا سعر احلى. هنا برضو جهاز عنده اجهزة كهربائية زي ما اتفقنا. وبرضو اي حاجة بتحتاجوها بتبعتلهم على الواتساب، انا هسيب لكم الرقم. هو اسمه بلال للشحنات الخليجي. تمام، ده اسمه بلال للشحنات الخليجي، موجود بقى في اخر الجراج خالص جنب الفرشة اللي احنا شفناها مع بعض دي. القطعة دي انا طبعا سألته دي ايه وكده، انا كنت فاكراها قلاية بس انا مش عارفة الحقيقة هي ايه بالظبط. هو بيقول دي عجان بس احنا قلنا له دي قلاية انا وصاحبتي. تمام، فهو قال ان هو بيبيعها تقريبا ب500 جنيه. والكاتل ده زي ما قلت لكم كده في الاول كان بيقول 150 وبعد كده قال 100، عشان كده انا رجعت تاني علشان اصوره لكم. تمام كده، هنا دي تقريبا كانت على ما اعتقد يا 500 يا 700، مش فاكره كان بيقول كام بالظبط. تمام، هنا بقى شويه حاجات كده برضو عنده حاجات اللي هي زي ما انتوا شايفين كده، حاجات للبيبي، اطباق وحاجات تانية كتير، وحاجات اللي هي الاطباق التسالي. في حاجات كتير قوي قوي، انا صورت لكم يعني يا دوب كده كام قطعة او كام حاجة من الموجودين عنده. طبعا كل الفروشات اللي قابلتني يوم الحد في الجراج انا صورتها لكم، بس في خلال الاسبوع باذن الله هنزلها لكم كل يوم كده جزء، لان طبعا هي هتاخد مننا وقت كبير جدا، فعشان كده احنا اقتصرت لكم النهارده على الفرشتين دول بس. يعني مثلا زي بوكسات المعالق والحاجات دي كلها والميك اب والحاجات دي كلها ان شاء الله، والاستوكات بتاعه الكوتشيات البراندات، كل ده هنشوفه مع بعض خلال الاسبوع. طبعا دي مكوه، اللي يعرف تقريبا دي مكوه بخار، تمام، بتاعه الملابس اللي هي بتبقى في المحلات. فسألته دي بكام، قال تقريبا بيبيعها ب300 جنيه. وطبعا كل ده بيشغله لكم بيجربوا، يعني بيقولك اي جهاز على التجربة. طبعا العلب دي في ناس بتحب قوي تقتني العلب اللي هي زي ما انتم شايفين دي بتاعه البسكوت والحاجات دي، ناس بتحبها قوي، كانوا زمان يحطوا فيها الحاجات الخاصة بالخياطة. تمام، سألته على سعرها، كان سعرها 30 جنيه تقريبا. تمام، انا ببقى سايبه لكم دايما السعر هنا على الشاشة عشان لو انا نسيت حاجة بعد ما بشيل الصوت بتبقى موجودة. تمام، هنا السكيت ده ب200 جنيه، وعاوزه اقول لكم ان هو ما فيهوش اي ديفو خالص، هو بس عاوز تلميع كده، عاوز يتلمع كده وهيرجع زي الفل. تمام، هوريكم برضو علبة تانية للناس اللي بتحب العلب دي، هي بصراحة جميلة قوي. دي بقى كان سعرها 25. بصوا فصلوا معاه ومع اي حد زي ما بقولكم، بس ايه على الهادي كده، مش تفصلوا فصال جامد قوي.
عشان برضو ما نجيش عليهم. تمام، واحدة ب25 والتانية 30 او 40 حاجة زي كده. عنده القطاعة دي، القطاعة دي كانت منتشرة من فترة كده، كانت عاملة ضجة كده على السوشيال ميديا، ورجعت ايه بقت هادية، ما بقاش فيه اي كلام عليها خالص. عنده بعض الحاجات اللي هي ادوات المطبخ. بصوا بقى، ده بابا نويل، انا كنت فاكراها لعبة او كده، قال لي دي اباجورات 2 مع بعض كده، بتاخدوا الاتنين مع بعض ب150 جنيه. ممكن بقى يتحط في اوضه اطفال كده ويبقوا جمال جدا. وطبعا معاهم بصوا اهوت بيجربهم لكم الاول. اي حاجه جهاز لازم تجربوه قبل ما تمشوا، ما تتكسفوش او تقولوا مثلا اتحرجنا او كده، لا لازم تجربوا اي منتج هتشتروه بالنسبه يعني للاجهزه الكهربائيه دي. هنا المشترك ده سألته سعره كام، انا شايفه ان هو حلو، فلقيته قال لي 50 جنيه. تمام، نشوف برضو معانا ايه تاني. هو عنده لعب اطفال كمان كتير جدا. بصوا عنده العلبة دي، انا مش عارفة هي علبة ايه بصراحة، عاملة زي علب شايفين؟ لو حد بيحب الحاجات دي برضو هتلاقوا. وبعدين هو اصلا قال لي اي حاجة الناس محتاجاها بتبعت لي على الواتساب على الجروب وانا بجيبها، يعني حتى لو الحاجة مش عنده هتلاقيه جابها لكم على طول. تمام كده، تعالوا نشوف بقى. زي ما بقولكوا عنده لعب اطفال، عنده كرتونتين كده فيهم شوية دباديب كده قمر قوي. في حاجات كده كتير سعرها كان لقطة الحقيقة، وفي حاجات برضو بتبقي عاوزة تفاصلي فيها شوية. الحاجات دي كلها موجودة متكررة في السوق بتاع الحد، موجودة داخل الجراج كتير. بس الحلو هنا بقى ان هو عنده جروب على الواتساب، هو ده اللي بيميزه، ان هو يجيب لك الحاجة دي حاجة تانية بتميز. الفرشة دي الحقيقة عجبتني جدا عشان الموضوع ده، فعشان كده انا فضلت عنده لحد ما اخدت الجروب، اخدت رقم الجروب وهيظهر لكم دلوقتي على الشاشة دلوقتي حالا. اي حاجة من الاجهزة اللي انتوا شايفينها دي، طبعا انا يعني هو مش بيجاوب على كل الاسعار، يعني ايه عشان هو عنده ناس كتير قوي وزحمة، فمش كل الاسعار قالها لي. هو عامة بيجرب اي قطعة من القطع اللي انتوا شايفينها دي، سواء استشوار او كاتل او اي حاجة هيجربها لكم. تمام، اسمه بلال للشحنات الخليجي. تمام، كل الشغل اللي عنده كده جاي وارد الخليج. هنشوف مع بعض برضو اللعب الاطفال والرينج بتاعها. هو هنا كان بيحكي لي بقى حتة ان لما حد بيعوز حاجة بيبعت له، هو بيجيبها مخصوص عادي يعني. تمام كده. طبعا احنا جايين الوكالة لو من ناحية الكورنيش هتيجوا زي ما انتوا شفتوا كده، زي ما انا مصوره لكم. لو احنا جايين مثلا مترو يبقى مترو ماسبيرو، ده اقرب حاجة لسوق الحد في الوكالة ناحية الجراج او في الجراج. يبقى ايه بقى، طالما احنا جايين الناحية دي كده ناحية زكي السماك، يبقى بننزل محطة مترو ماسبيرو. والوكالة عامة العنوان بتاعها اللي هي بولاق ابو العلا. تمام، عشان نبقى عارفين بس عنوان الوكالة. هنا بقى البوكسين دول هتلاقوا فيهم لعب اطفال جميلة قوي. القطع عنده هنا بتبدأ من 15 جنيه واحنا طالعين. تمام، عنده قال لي اي قطعة هنا بتبدأ يعني الرينج بتاعها كده من 15 جنيه واحنا طالعين. كل الشغل ده بيبقى موجود لحد بس. وطبعا الفروشات بصوا هنا كده احنا في اخر الجراج خالص، لذلك هتلاقوا الجو بره كده باين. طبعا الدنيا كانت ممطرة وبهدلت الدنيا، كانت الدنيا مطرة جدا. اللي بره الجراج بقى هم اللي غطوا الحاجات بتاعتهم الفروشات علشان المطرة. لكن هنا طبعا بيبقى فيه اجزاء كده في الجراج متغطية، وفي اجزاء مفتوحة برضو. تمام كده، ادي الفرشتين اللي كانوا معانا النهاردة، وان شاء الله نكمل جولاتنا ونشوف لقينا ايه تاني في كنوز وكالة البلح يوم الحد بإذن الله، ونستمتع مع بعض بكل الجولات. بتمنى يا رب ليكم مشاهدة طيبة، بشكركم جدا، شكرا ليكم والسلام عليكم.